مشهد لا نراه عادة إلا في أفلام الدراما، لكنه هذه المرة واقعي وصادم ومن قلب مؤسسة دستورية مغربية طاولة تتحطم. صراخ ودهشة سيطرت على الحاضرين، ما الذي حدث في جماعة البحارة ولاد عياد بإقليم القنيطرة؟ ولماذا قرر مستشار جماعي أن يحول قاعة الاجتماعات إلى ساحة لتفريغ الغضب؟ تابعوا معنا التفاصيل. في تفاصيل هذه الواقعة التي حبست الأنفاس خلال دورة شهر ماي العادية، أقدم أحد المستشارين الجماعيين على خطوة غير مسبوقة، فبدلا من لغة الحوار اختار المستشار لغة الركل. صعد فوق طاولة الاجتماعات أمام زملائه وباشا المنطقة، وبضربة قوية تسبب في تحطم الخشب وإحداث ثقب كبير في ممتلكات عامة. القاعة التي كان من المفترض أن تناقش مشاريع تنموية تحولت في ثواني إلى مسرح للفوضى والاستنكار. لكن القصة لا تتوقف عند تحطيم طاولة، فبحسب المراقبين هذا السلوك يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية خطيرة. فالممتلكات التي تضررت تصنف كمال عام، وإتلافها قد يعرض الفاعل للمتابعة القضائية بتهمة تخريب ممتلكات الدولة. مصادر محلية تشير إلى أن الاحتقان كان سيد الموقف بسبب خلافات حول نقاط مدرجة في جدول الأعمال. لكن هل سيبرر الخلاف السياسي اللجوء إلى القوة البدنية داخل حرم المجلس؟ مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت عقب انتشار الفيديو، حيث اعتبر النشطاء أن هذا التصرف يسيء لصورة المنتخبين والمؤسسات الرسمية، وطالب الكثيرون بضرورة تفعيل ميثاق الأخلاقيات السياسية، مؤكدين أن الحصانة لا تعني أبدا التطاول على هيبة الدولة ومؤسساتها. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.